الابن ده مدرسته في بلد تانية، بعد ما خلص امتحاناته قرر ان هو يرجع البلد بتاعته، فطلب من والدته انها تستناه في المحطة. للأسف والدته هي اللي شالت كل الشنط لحد باب البيت، والولد ماشي ولا كأنه شايفها وماسك تليفونه. في الوقت ده كان في واحد جارهم خارج من باب البيت، شافهم وهم جايين، فقال لها انت جايه منين؟ قالت له لسه جايه من المحطه، جايبه الولد خلص دراسته. فقال لها طيب وانت شايله الحاجات التقيله دي لوحدك؟ الولد مش شايل معاكي ليه؟ قالت له مش مشكله، كتر خيره، كان بيذاكر وتعبان من المذاكره، انا بشيل مكانه. فالراجل اتضايق جدا من موقف الولد وقال له انت مش شايف والدتك شايله حاجات تقيله؟ المفروض كنت تساعدها، ما تعلمتش ده في المدرسه؟ فالولد قال له وايه المشكله، هي ماما متعوده على كده ومعودانا على كده، وبعدين دي حاجات بسيطه. فهنا الراجل قال له والدته انا عارف كويس جدا ان انت بتحبي ابنك، بس ابنك ده مش طفل صغير، ابنك دلوقتي كبر ولازم يتعلم يتحمل المسؤولية. انت النهاردة هتشيلي عنه، بكرة لما يكبر ومسؤولياته تتقل وتكبر هتقدري تشيلي عنه؟ هتعيشيله العمر كله؟ انت كده بتأذيه. قالت له انا خايفة على تعبه بس مش اكتر من كده. قال لها انت لو بتحبي ابنك بجد لازم تعلميه تحمل المسؤولية، يتحمل مسؤولية نفسه ويتحمل مسؤولية كمان اقرب حد له، مش نفسه وبس. بكرة وبعده هيبقى راجل كبير وعنده بيت وعنده أولاد، ويا ريت كمان تعلميه إنه ما يكونش أناني، لأن ابنك كده بالطريقة دي أناني، بيحب نفسه وبس وشايف نفسه وبس، بيدور على راحته هو بس، إنما أنتي مش شايفك أساسا. وهنا وجه الكلام للولد وقال له الدنيا مش كتابة وقراية بس، لازم تتعلم وتحس باللي حواليك. والدك ووالدتك دول تعبوا علشانك، لازم تقدرهم وتحترمهم وتشيل عنهم. هنا الولد اتكسف وساب تليفونه وحطه في جيبه. انت خلاص كبرت وبقيت راجل، والدتك محتاجالك، لازم تقف جنبها وتبقى سند وظهر لها. قال له فاهم يا حبيبي الكلام اللي بقوله لك ولا متضايق مني؟ قال له انا فهمت كويس جدا، وانا اسف، انا كمان ما كنتش واخد بالي، والغلط اللي انا عملته ده مش هكرره تاني ابدا. وهنا الولد اعتذر لوالدته واخد الشنط وطلعها للبيت. هنا الام شكرت جارها على الكلام اللي قاله لها وكمان اللي علمه لابنها. امهات كتير زي الام دي فاكره بكده انها بتريح ولادها، لكن للاسف انت كده بتضيعي ابنك وبتعلميه عدم تحمل المسؤوليه. خدوا بالكم من تصرفاتكم مع اولادكم، لانك بتبني جيل جديد، والجيل ده لازم يتبني صح. صلوا على النبي في التعليقات.